السلام عليكم، انا احمد جودة ودي حلقة جديدة من جودة ثوت. احب اشكر كل الناس اللي دعمتني على الفيديو اللي فات، اللي قال لي كلمة حلوة واللي قال لي نصيحة هحاول اعمل بيها، هحاول اطور ان شاء الله. الفيديوهات اللي جاية تبقى احلى صورة وكصوت كمحتوى. برضه امبارح شفت فيديو معمول عن الفراعنة وهم بيبنوا الاهرامات، بس كان معمول بالذكاء الاصطناعي. وزي ما انتوا شايفين كده الفيديو فيه مشاهد غريبة قوي. هو مفترض ان الفراعنة فيهم ناس كانوا ضخام جدا، ومش كلهم، لان في ناس صغيرين جنب الناس الضخمة دي. تاني حاجة برضو هو مهتمش باوزان الحجارة اللي بينقلوها، كأنهم شايلين فل او سفنج، حاجات خفيفة قوي بيتعاملوا معاها من غير وزن. هو منين بنى افكاره ومنين عمل الفيديو ده السؤال اللي هياخدنا لفكرة حلقة النهاردة، هو عن الذكاء الاصطناعي. ايه هو الذكاء الاصطناعي وبيشتغل ازاي؟ طيب، الذكاء الاصطناعي بشكل عام او الارتفيشال انتليجنس، الاي اي، هو الترند بتاع اليومين دول. اي حد دلوقتي بيعمل اي حاجة فيها الذكاء الاصطناعي، صورة، فيديو، اي حاجة. طب يعني ايه اصلا ذكاء اصطناعي؟ الاخر كده وببساطة هو برنامج، سواء بقى البرنامج ده انت تستخدمه على موبايل، على كمبيوتر، على في عربية، في اي حاجة. هو برنامج بس معاه كمية كبيرة جدا من الداتا والبيانات حوالين كل حاجة في العالم او عن اي حاجة موجودة. كل ده معاه هو، علشان انت لما تيجي تطلب منه حاجة معينة، سؤال على حسب بقى هو البرنامج ده ايه، يقدر يديك اجابة، يقدر يديك الاكشن المطلوب منه. تقدر تقول كده هو بيحاكي ذكاء الانسان نوعا ما، مش كليا، بس هو ممكن يكون تفوق على الانسان في حاجات كتير، زي ان هو بيخزن كمية كبيرة جدا من المعلومات. الانسان ممكن يخزن معلومات لحد ايه 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، وما ينساهاش خالص. الذكاء الاصطناعي عنده القدرة ان هو يخزن بيانات قد اللي انت تعرفه مليار مرة، وما بينساش. هو بمجرد ما بتسأله السؤال هو يعرفه، وهيروح يدور عليه عن طريق ان هو حل البيانات اللي معاه وحل الداتا اللي معاه، وهيجاوب عليك على طول. لو سألته سؤال ما يعرفوش او مش في الداتا اللي هو متخزنة عنده، هيعمل ايه؟ عادي جدا هيفتح الانترنت ويدور ويتعلم ويجيب لك الإجابة المطلوبة. فاوعى تفتكر ان هو كل الداتا اللي معاه هي داتا حقيقية وداتا صحيحة، لا، هو ساعات بيجيب من على النت. يعني هو مثلا بنى افتراضية ان الفراعنة كانوا كبار جدا وعمالقة بالشكل ده منين؟ من النت. هو في حاجة تقول ان الفراعنة كانوا عمالقة؟ ما احنا عندنا المومياوات مثلا ما كانوش عمالقة. طب هو عرف منين ده؟ لا، هو دور على النت لقى حاجة زي كده جابها. الذكاء الاصطناعي هل هو بس بيجاوب على الأسئلة أو بيعمل كده؟ لأ، الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل لك فيديو زي الفيديو اللي أنا وريته لكم، أو ممكن يعمل لك صورة كاملة. أنت بس بتديله أوصاف الصورة دي، تقول له أنا عايز كذا، عايز مثلا وردة حواليها دايرة حمراء مثلا، فهيبدأ يعمل لك الصورة بالشكل اللي أنت طلبته. غالبا لو طلبت منه نفس الطلب مرتين مش هيطلع لك نفس النتيجة، علشان هو كل مرة بيخلق صورة جديدة. بمعنى كده ان هو بيجيب كل افكاره من الداتا اللي هو متخزنة عنده او الانترنت. لا، انت ممكن انت نفسك تديله داتا. يعني وانت بتقول له اعمل لي الصورة الفلانية، غير لي فيها الحتة دي، زود لي عليها ده، هات لي برج القاهرة بس خليه لونه احمر، هات لي برج ايفل بس لونه يكون احمر. هل في برج ايفل احمر؟ لا، لكن انت وجهته واديته داتا معينة بحيث ان هو يعدل عليها. هو بيستخدم الداتا اللي عنده، بيدور على الانترنت لو لقى، وبيستخدم الوصف بتاعك او المدخلات بتاعتك اللي انت بتدخلها له علشان يقدر يطلع لك الحاجة اللي انت طالبها منه. وطبعا الحاجات اللي احنا بنقولها دي مش بعيدة علينا، سواء بقى شات او اسئلة او انت تسأله سؤال وهو يجاوبك عليه، او صور. الحاجات دي كلها موجودة، زي تقدر تستخدم زي شات جي بي تي او كوبايلوت. مايكروسوفت ديزاينر ده بيعمل صور، شات جي بي تي برضو بيعمل صور، لكن بيبقى ليك ليميت في اليوم لو انت مش مشتريه. طيب تمام كده خلصنا خلاص. بس انا حاسس ان الذكاء الاصطناعي مخلصش على كده، مش مجرد شوية صور او شوية فيديوهات، او حتى بيجاوبني على بعض الاسئلة
انا حاسس ان انا نسي حاجة. بيدور عليا. الديب فيك او التزييف العميق بترجمة. الديب فيك هو تقنية بتخلي ان انا اقدر عن طريق بعض الاجراءات اعمل فيديو لشخص بنفسه بيتكلم او بيقول حاجة حتى لو الشخص ده مش موجود. اخوات جد ميتين. حاجة زي كده شفناها قبل كده على الفلاتر بتاعة الابليكيشنز زي سناب شات. كان في فلتر زمان بيعمل فيس سواب، لو انت واقف انت واحد صاحبك فبيبدأ يبدل وشوشكوا ببعض، يبقى انت وشك عنده وهو وشه عندك. انت بقيت هو بقيت انت، يعني انتوا الاثنين واحد. بس نوعا ما كانت الحاجات دي باينه ان هي مش حقيقيه او كانت بطريقه بدائيه نوعا ما. بس دلوقتي في ابلكيشنز الديب فيك على الذكاء الاصطناعي. بس خلاص الذكاء الاصطناعي دخل في الموضوع، يبقى كده ايه الموضوع خلصان. انظر ايه طالما انا في العمليه يبقى خلاص. زي مثلا محمد صلاح، الهاي زي فيديو بتاع مورجان فريمان كان طالع اصلا بيتكلم وبيقول لك اللي انت شايفه ده مش حقيقي. او كان في فيديو برضو لتوم كروز معمول بالديب فيك ومش حقيقي. بس دول اشخاص مش مؤثرين قوي في العالم بتاعنا. بس عادي ممكن تلاقي فيديو لرئيس امريكا. لا ده مش ديب فيك، ده هو بجد. ممكن تشوف فيديو فعلا لرئيس امريكا السابق اوباما وهو بالديب فيك. Anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. طيب يعني الديب فيك اصلا كان موجود قبل كده وعملنا بيه فيديوهات وصور وضحكنا وهزرنا، لكن لما دخل الذكاء الاصطناعي في موضوع الديب فيك الموضوع بقى متطور اكتر، او اكشلي الموضوع بقى مخيف. الديب فيك شغال ازاي؟ هو برضو AI معاه بيانات كتير جدا ومعاه داتا ضخمة جدا عن كل حاجة وعن اي حاجة ومنهم البني ادمين. فانت هنا عندك 2 ذكاء اصطناعي. اول ذكاء اصطناعي في الديب فيك هو بيشتغل على ملامح وشك انت وبيبدأ يحدد نقط في كل مكان في وشك علشان يقدر يحلل الوش اللي هو شايفه ده ويقدر يغير في ملامحه بأي طريقة كانت. في حالتنا دي عندنا صور لشخص تاني هيبدأ يبدل ملامح الشخص التاني بالشخص الأولاني. هيبدأ يبعت للذكاء الاصطناعي التاني ويقول له أنا خلصت الفيديو بتاعي بص كده عليه. يبدأ يبص الذكاء الاصطناعي التاني يشوفه. هو ده مسؤوليته ايه بقى؟ انه يعرف هل ده واقعي ينفع يكون شكل بني آدم ولا لأ، لان هو كده كده عارف ان شكل البني ادمين بيبقى عامل ازاي. الذكاء الاصطناعي بيحلل الشكل التاني وبيشوف هل شكله بني ادم طبيعي فعلا وينفع يبقى بني ادم ولا لا، وبيبدأ يدي الاوكي. بمجرد ما يدي الاوكي للذكاء الاصطناعي رقم 1 خلاص بيطبق الشكل اللي انت شايفه على بقية الفيديو. ده ياخدنا نقطة تانية. لو احنا بنعمل ديب فيك وما عنديش صور لشخص تاني او فيديوهات لشخص تاني وبعمل ديب فيك وعايز اغير شكلي، عادي الذكاء الاصطناعي ممكن يجيب لك اي شكل من دماغه. ما انا قلت لك ده ذكاء اصطناعي وديب فيك والموضوع خطر. انت اللي مش مصدقني براحتك. الذكاء الاصطناعي ممكن يطلع صورة من دماغه. ما احنا قلنا يا جماعة هو الراجل متعلم حاجات وعنده النت بيدور فيه وممكن ياخد منك انت شخصيا معلومات او داتا، لكن الراجل برضو بناء على ده ممكن يبقى عنده افكاره الخاصة بيه طلع حاجات من دماغه. وهي دي الكارثة، ان هو بيفكر زينا، هو زيه زي البني ادم. عشان كده هو محاكاة للعقل البشري او محاكاة لذكاء الانسان بس اصطناعي. تاني لو مش مدرك خطورة الكلام اللي انا بقوله ده يبقى احنا في مشكلة. انا مش ضد الذكاء الاصطناعي ومش ضد تطور التكنولوجي، بس هي الفكرة هو في ايد مين ومين اللي بيستخدمه وبيستخدمه ليه. انت متخيل معايا مثلا لو رئيس دولة بيعلن حرب على دولة تانية، فيديو الرئيس دولة بيعلن حرب على دولة تانية، دي فيك. ممثل او لعيب كرة مشهور بيغلط في شعب تاني او بيشتمهم او بيتعنصر عليهم، مش حقيقي برضو. فانت متخيل كمية الاخبار الكذب اللي ممكن تطلع بحاجة زي كده؟
طب الاوحش من كده لعيب الكرة ده فعلا طلع اتعنصر فعلا على الناس دي، بس طلع كده على جنب وقال لك لا يا جماعة ما تصدقوش ده ديب فيك. او رئيس دولة مثلا طلع خد قرار استفز دولة تانية، فالدولة التانية دي حاولت ترد له ده عن طريق ايا كان بقى حرب او حاجة، وطلع بعد كده قال لك لا يا جماعة مش انا ده ديب فيك. فاحنا هنا اصلا بقينا ندي حجة لاي حد يغلط انه ممكن يطلع بسهولة يقول لك لا ده مش انا ده ديب فيك، حد خد صورتي وصوتي وعمل الفيديو ده لكن مش انا. وزي ما في تقنيات خاصة بالصور والفيديو تقدر تغير الشكل، في كمان تقنيات خاصة بالصوت. الموضوع خطير، انا مش عايز اخدك واقولك على حاجات تخوف اكتر من كده، لان زي ما في ذكاء اصطناعي في الديب فيك وبيغير الوشوش وبيغير الشكل، فهو زيه بالظبط في الامكانيات وفي التكنولوجيا اللي بتغير الصوت وبتخلي صوتك زي صوت الشخص التاني. وكمان راس حربة، هو انا ناقص؟ دي شفناها في الموبايلات زمان على ابليكيشنز اللي بتغير الصوت، بتغير الصوت من ولد لبنت او من بنت الراجل، او تخلي صوتك رفيع او تخين. بس دي حاجات كلها ما كانش فيها ذكاء اصطناعي وما كانتش خطر، عادي مفيش مشكلة، فقط للهزار. لكن دلوقتي بالذكاء الاصطناعي انا ممكن اخد شوية اصوات لحد احطهم للذكاء الاصطناعي، هو هيبدأ يحلل الاصوات دي ويحلل الصوت اللي داخله وهيطلع لك كلام جديد بصوت الشخص ده. وطبعا شفناها كتير اول الفترة اللي فاتت، شفنا عبد الحليم بيغني مخصمان. انت لو كان عندك دم، انت لو بتحس يا عم هتعرف ايه اللي مزعلني. ما هسمعك وابعد عننا مش طايقاك، سيبني مش عايز ابقى معاك، ما تولينيش وشك. او ام كلثوم وهي بتغني لعبد الباسط ده انا مش عارفني. انا ووجه شكل ولا ده 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 مين ولا ده انا مش عارف، انا تهت مني، انا مش انا. او شعبان عبد الرحيم وهو بيغني اغنية البطل القناص، دي احيانا بتكون مسلية ومضحكة جدا، لكن زي ما قلت لك هي ليها جانب اسود احنا لسه ممكن نكون ما شفناهوش. لحسن حظنا ان ممكن لحد دلوقتي بنسبة كبيرة تقدر تفرق اذا كان ده ديب فيك ولا فيديو حقيقي، لان التكنولوجيا لسه ما اتطورتش بشكل كفاية ان هي تكون فعلا 100% حقيقية، والتطور في الحاجات دي سريع جدا. ومننساش ده ذكاء اصطناعي، يعني ممكن يعمل اي حاجة. لحد بقى ما الذكاء الاصطناعي يتطور ويبقى حقيقي 100%، ايه اللي احنا المفروض نعمله؟ اللي احنا المفروض نعمله ان احنا ما نصدقش اي حاجة نشوفها، نحاول نتحرى الدقة اكتر قبل ما نبدأ نهاجم بعض وقبل ما نبدأ نشتم بعض عن اي حاجة بتطلع. احنا بس الخبر بيطلع شوية كلام في صورة بنقطع في بعض، فما بالك بقى لو الموضوع ده دخل في فيديوهات وصوت وريكوردات، ده ريكورد طلع اللي مش عارف مين وهو بيقول ايه، وكل ده ممكن ما يبقاش حقيقي. نتحرى الدقة في اي حاجة بنسمعها واي حاجة بنشوفها علشان ما يبقاش فيه بينا فتن. ولو وصلت لحد هنا فاحنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى الحلقة تكون عجبتك، واتمنى ان انت تكون طلعت ولو بمعلومة واحدة جديدة او مفيدة من الفيديو، دي حاجة تسعدني. وما تنساش تكتب لنا في التعليقات رأيك عن الحلقة، ولو عندك اي سؤال برضو ممكن تسيبه لنا في التعليقات واحنا هنرد عليه. في النهاية ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتتابعنا علشان تتفرج على الفيديوهات اللي جاية وتفعل زرار الاشعارات. وما تنساش تعمل فولو على الانستجرام وتيك توك. كان معاكم احمد جودة من قناة جودة صوت. سلام. بيقولوا الليل وثواب ياسين، بيقولوا الليل وثواب ياسين، وثواب ياسين قلبه حساس وبيحب الناس، يبعد عن الراحة ويتحدى في الساحة، يبعد عن